خلال الفيديو النهارده هنتكلم عن كل حاجه بتخص فيلم ذا مارفلز، سواء من ناحيه التعديلات اللي هي لسه حاصله الفتره الاخيره او حتى كمان من ناحيه التقييمات اللي هي عماله دلوقتي بتنزل. فبلاش ان احنا نطول ولا نخش في الفيديو. للمعلومه قبل اي شيء هقوله دلوقتي، كل التسريبات والاخبار اللي انا هقولها بعد شويه هي لسه نازله من حوالي اسبوع تقريبا، وكان المفروض ان انا اتكلم عليها، ولكن الغريب ان هي كانت كل يوم عمال بينزل عنها تسريبات اكتر، كأن الفيلم حرفيا عمال ان هو بيتحرق. واستنيت شويه وبالفعل لقيت في ناس عماله بتاكد في التسريبات دي، عشان كده انا سبتها كلها ان هي تتراكم شويه وتتاكد مع بعضها، وبعد كده اتكلم عليها في خلال فيديو منفصل. دلوقتي اتاكد بشكل رسمي انه اخر 20 دقيقه من الفيلم هم من المشاهد اللي تم تصويرها مؤخرا من شركه مارفل، وده حصل قبل اضراب الكتاب وقبل اضراب الممثلين. وعلى حسب كلام بعض المسربين ان هم الاخر 20 دقيقه دول اللي تم تصويرهم تاني يعتبروا هم من اهم من الفيلم كله. وال20 دقيقه دول على حسب الوصف اللي نزل هيكونوا عباره عن مشاهد تجول بين الاكوان الموازيه. يعني كده ممكن تفهم ان النهايه بتاعت الفيلم ممكن تخلي الثلاث شخصيات كارون دينفرز ومونيكا رامبو وكمالا خان ان هم من الثلاثه يبعدوا عن بعضهم، وممكن تخلينا ان احنا نروح مع كل شخصيه لكون موازي من دول ونكتشف معاها الكون اللي هي بقت موجوده فيه. وعلى حسب ما اتذكر ان هو بالفعل مارفل كانت هتخلي شخصيه مونيكا رامبو ان هي تروح لكون 838، وبالفعل هي صورت المشهد بتاعها مع الشخصيه القديمه بتاعت كابتن مارفل اللي هي كانت موجوده في خلال فيلم دكتور سترينج 2، ولا شخصيه ماريا رامبو. والمشهد كان هو اللي اتكلمت عليه قبل كده في التسريبات على انها كانت نايمه وتصحى على ايد امها، وهتلاقيها ان هي في الكون دوت بقت شخصيه كابتن مارفل. المشهد ده بالفعل بكل التفاصيل اللي اتكلمت عليها قبل كده هو اتصور، ولكن احنا لحد دلوقتي مش عارفين ايه اللي هيحصل معاه، لان غالبا كده هو اتشال. على حسب اللي عمال بينزل ان هو بدل المشهد ده في مشهد تاني، وهو برضو المونيكا رامبو وهي نايمه في مكان ما، مش عارفين في مستشفى ولا فين بالظبط، بس المهم في شخص هيجي عشان يصحيها، والشخص ده هيكون هو الممثل كيلسي جرامر، واللي لعب الدور بتاع بيست في العالم بتاع الاكس مان. ولكن مش كده وبس، وتذكر كمان ان هو نفس الكون ده اللي بيست هيكون موجود فيه هيتم اكتشافه من ديدبول وولفرين في خلال فيلم ديدبول 3، وده لانه هيكون من ضمن الاكوان اللي هم هيروحوها، وده لان زي ما احنا ما عرفنا الفيلم هيبقى مليان اكوان موازيه كتير، فده دلوقتي هيكون واحد منهم. وتذكر برضو ان مارفل مؤخرا ضافت برضو مشاهد جديده في اخر دقيقه، وده بجانب ال20 دقيقه اللي انا اتكلمت عليهم من شويه. واخر دقيقه دي هي فيها ظهور لشخصيه قديمه من الشخصيات بتاعه الافنجرز، يعني ممكن يا اما يكون كلينت بارتون او هوكاي او هالك او شخصيه ثور، لان بديهي بالنسبه لنا ان الشخصيات دي هي الشخصيات الوحيده اللي لسه عايشه. ولكن برضو ما تذكرش هنا اذا كانت الشخصيات اللي هتظهر دي من الفريق القديم بتاع الافنجرز، اذا كانت الشخصيات دي هتظهر على انها من كون 616 بتاع الاحداث اللي احنا بنشوفها، ولا هتبقى شخصيه جايه من كون موازي. وهنا في ابديت سريع هو لسه نازل، وده يعتبر هو تسريب موثوق، وعلى حسب اللي اتذكر فيه ان شخصيه ثور هي اللي هتظهر في نهايه فيلم ذا مارفلز، وهيكون هو نفسه ثور بتاع كون 616. من ضمن برضو التسريبات التانية واللي هي شبه موثوقه، تسريب اكد ان النهايه بتاعت فيلم ذا مارفلز هتمهد بشكل واضح لاحداث فيلم افنجرز سيكريت وورز. دي هتكون نقطه مفاجاه، لكن للاسف مفيش حتى كمان لو اشاعه صغيره تفهمك قصدهم بالكلام اللي عمال بينزل. وتذكر برضو ان البوست كريت سين التاني اللي هو هيقدم الفريق بتاع اليانج افنجرز هو مازال زي ما هو ما اتغيرش، وده لانهم المفروض هيعلنوا عن الفيلم بعد نزول فيلم ذا مارفلز. اما بالنسبه للفيلم بشكل عام فتذكر انه في مشاهد كتير جدا هي اتحذفت منه، لان المشاهد دي كانت موقعه الفيلم بشكل كبير، وهم خدوا بالهم ساعه العرض الاول على الجمهور ان هو الناس بالفعل كانت عماله بتمل، وعشان كده كيفن فاجي هو ضاف شويه مشاهد مهمه عشان الفيلم ينجح شويه، وشال المشاهد اللي هي مش هتمهد لاي شيء. وتذكر برضو في اخر تسريب نزل ان الشخصيه بتاعت كانج اللي كان موجود في فيلم انت مان اند ذا واسب كوانتمانيا، الشخصيه دي بنفسها هترجع تاني في نهايه فيلم ذا مارفلز او في خلال البوست كريت سين، وهيبقى بيوصل لكانج شويه اشارات جايه عن الاساور بتاعت ميس مارفل او كمالا خان، وده لان اتحاد الاسورتين دول مع بعض هيبعت اشاره لشخصيه كانج عشان يتبع مكانهم، وعلى حسب العمال بيتذكر هيبقى هو ده الدافع اللي هيخليه ان هو يروح عشان يجيب الاساور بتاعته. وحسب التسريبات برضو ان النسخه دي من كانج هتكون هي نفس النسخه اللي هتظهر في خلال فيلم الفانتاستيك فور، واللي الفريق هيقابله هنشوف برضو المشهد بتاع نافيو من المجلس بتاع كانج في خلال البوست كريت سين، وده كله على حسب التسريبات اللي اتكلمت عليها قبل كده. ولكن برضو على حسب اللي عمال بيتوصف للشخصيه دي او النسخه دي تحديدا من نسخ كانج ان هي النسخه دي هي اقوى نسخ كانج او اخطرهم، فمش بعيد بالنسبه لي ان هي الشخصيه دي بالفعل تكون البيوندر. وحسب برضو ما كان متسرب، وبالمناسبه الكلام ده هو اتاكد بشكل رسمي ان شخصيه الفالكري بالفعل هتظهر جوه الفيلم، وهنشوفها ان هي هتساعد نيك فيوري وهتساعد برضو الثلاثي اللي موجودين جوه الفيلم. اما بالنسبه لماريا رامبو فمش عارفين ايه اللي هيحصل معاها. نيجي بقى دلوقتي نتكلم على الاراء الاولى عن الفيلم، وهنا الكلام اللي هقوله دلوقتي بامانه هو كلام مش من دماغي، ده كلام الناس اللي هي راحت شافت الفيلم على حسب ما عمال بينزل. ودلوقتي قبل ما اقول الاراء بتاعتهم لازم تبقى فاهم حاجتين. اول حاجه ان راي الناس مش كتاب مقدس. انا بالنسبه لي سهل جدا الاقي فيلم ان هو معفن بس اقول عليه ان هو عجبني انا شخصيا، او ممكن يكون في فيلم عجب الناس كلها
كلها، ولكن ما عجبنيش انا شخصيا. دي بتبقى اذواق وعادي، اختلاف الراي مش مشكله كبيره. وتاني نقطه ان هي الناس اللي اتكلمت عن الفيلم دلوقتي هي ناس عاديه، في برضه ناس شغاله في مواقع الاخبار. بالنسبه للناس اللي شغاله في المواقع بتاعه الاخبار، فعلى حسب اللي هم قالوه ان هو الفيلم عاطفي ومضحك وفيه شويه اكشن، وده كان اول مصدر. والمصدر التاني قال ان هو الفيلم ذكي وان هو اعظم فيلم مارفل عملته. وفي مصدر تالت قال الفيلم ان هو عالي لابعد الحدود وسريع، والكلمات الدعائيه اللي هي بتاعه الفيلم والموجوده على كل البوسترات. اما بالنسبه لاراء الناس العاديه على حسب اللي هم قالوه، فهم قالوا ان هو الفيلم من اسوأ الافلام اللي شركه مارفل هي عملتها، وكمان الفيلم اسوأ من اسوأ فيلم انت متخيله لشركه مارفل. اعيد واكرر الكلام ده مش كلام انا. وانا في ابديت سريع هو لسه نازل من شويه، والتسريب ده بيقول انه زي فيلم ديدبول 3 ما هيكون هو الفيلم التمهيدي المباشر لفيلم افنجر سيكريت وورز، برضه فيلم ذا مارفلز هيكون فيلم تمهيدي لفيلم افنجر سيكريت وورز، وكمان برضه فيلم تمهيدي لفيلم ديدبول 3. حسب اللي بيتذكر هنا فكون الباتل وورلد تقريبا برضه هيتذكر جوه فيلم ذا مارفلز، لكن مفيش اي تاكيدات حوالين النقطه دي. وتاني ابديت بيقول ان هو المشهد ده اللي موجود في الاعلان الاخير من فيلم ذا مارفلز، وفي قدامك نسختين من شخصيه مونيكا رامبو. الشخصيه الاولى اللي موجوده قدامك ودي المفروض نسخه جايه من خط زمني مختلف، وده اللي بينزل دلوقتي اونلاين واحتمال بشكل كبير يكون صح. والنسخه الثانيه بتاعت مونيكا رامبو هي النسخه اللي جنبها واللي هي لابسه البدله، واللي هي الشخصيه بتاعت فوتون اللي هي الشخصيه الاصليه بتاعت احداث الفيلم. ولكن على حسب توقعي الشخصي انا حاسس ان الشخصيه دي تقريبا هي الشخصيه بتاعت ستورم، لان بالفعل كان عليها تسريبات زمان على انها تظهر في خلال فيلم ثور لاف اند ثاندر، وشبه كان في اخبار على انها اول شخصيه من الاكس مان هتتقدم في عالم الام سي يو، ومن بعد الشخصيه دي هتيجي شخصيات تانية. بالاضافه برضو ان الهدوم اللي موجوده هنا هي اشبه برضو للهدوم اللي هي كانت معروفه بيها الشخصيه زمان. وطبعا المعروف عن شركه مارفل ان هي لما بتيجي عشان تقدم شخصيه لازم ان هي تقدمها بنفس الهدوم المعروفه بيها، فممكن يكون ده صح، ولكن في الاول وفي الاخر ده توقع الشخصي. وتالت ابديت بيقول ان الشخصيه بتاعت ثانوس بشكل كبير هيظهر جوه الفيلم، وده لان الجمله الاخيره اللي كانت موجوده جوه الاعلان الاخير هي جمله مش موجوده في اي فيلم اتقال قبل كده كان موجود فيه شخصيه ثانوس، ولكن على حسب توقعي الشخصي ممكن تكون الجمله دي هي جمله قديمه من تجارب الاداء، يعني كانت جمله هم مسحوها ولكن استخدموها هنا جوه الفيلم عشان بس يخلوا الناس تتفرج، وده في حاله ان هم بالفعل شافوا الفيلم ان هو هيفشل، فكده يحطوا لك اي مغريات بس عشان يدخلوك الفيلم. ولكن على الجانب التاني مش عايز اقول مستحيل ان هو ثانوس يظهر عشان هو بالفعل ممكن يظهر جوه الفيلم، لان كده كده الشخصيه المفروض ان هي هترجع تاني في المستقبل، وبجانب كده ممكن يكون دي خطه جديده عند كيفن فاجي، زي ما كان عنده خطه انه يجيب الفريق بتاع الاكس مان جوه العالم بتاع الام سي يو، ممكن يبقى عنده رؤيه تانيه برضه لشخصيه ثانوس وشخصيه الترون وبقيه الفيلنز التانيين اللي بيوشع ان هم راجعين برضه. وبالمناسبه برضه في شائعات تانيه بتقول انه في فريق من الاكس مان او تقريبا الاكس مان القدام هيتم التلميح عليهم جوه الفيلم. انا عارف ايوه انه في كلام كتير على الفيلم ده وربطه بالفريق بتاع الاكس مان، والموضوع لحد ما هو غير منطقي على انه ينتشر بالسرعه دي في وقت قليل، ولكن هي دي الاخبار اللي عماله بتنزل، والفيلم كده كده ما بقالوش غير حوالي 8 ايام وينزل، وهنعرف وقتها ايه الصح وايه الغلط. وبس كده يكون فيديو النهارده خلص. لو عجبك الفيديو حط لايك على الفيديو وانزل اشترك في القناه لو انت لسه مشتركتش، وبيس.